السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ نوال خالي ميغلوتي. اليوم جبت لكم وصفة شوربة بالفريك. فريك الذرة بيان سور. نتمنى يعني تعجبكم الطريقة تاعي، ورايحة نعملها لكم على الطريقة يعني على الطريقة الشرقية، يعني كما في جهتنا الشرقية ولكن بطريقتي. إذا لهذه الوصفة واش نحتاج كمية يعني الموجودة يعني أو المرغوبة من اللحم. أنا حندير كمية، هذه الكمية اللي حنديرها اليوم تكفي تقريبا ل3 أشخاص. إذا عندنا الموجود عندك لحم دجاج كما تحبي، لحم أو دجاج أو في زوج مع بعضهم كما تحبي. المهم لازم يكون لحم ولحم مفروم أو دجاج ولحم مفروم. يعني اللحم المفروم يعني ضروري، اما واش تزيدي معاه حسب الموجود عندك. اذا انا عندي حطيت اللحم والدجاج، راح نحط عندي بصل يعني فرمته مليح، يعني ولا لي كوم اون بوغي. علاه؟ لانه انا ما نحبش بصراحه نصفي الجاري، سورتو الفريك تاع الذره. كما تعرفوا فريك الذره يعني خفيف، ماذا بيا تكون لاصوص تاعي تكون يعني عاقده. اذا حطينا اللحم، نحطوا البصل، تقريبا ملعقتين زبده زيت، عفوا ملعقتين زيت. نحط فلفل اسود، انا نحيه في الدار. حنا الجاري ما نحطولوش توابل زايده، خلاص غير الملح وفلفل الكحل او فلفل اسود. نحط الملح ونحطو على نار نقلي البصل تاعي مع اللحم اللي حطيته. اذا هنا بعد ما يعني راني قاعده نقلي في اللحم تاعي مليح او الدجاج، عندي طماطم انا كنت رحيتها وطيبتها، رحيتها مليح يعني كما راكم تلاحظوا مرحيه مليح، وزدت لها ملون غذائي تاع البيطراف. راح تقولوا لي علاه هنا باش نستغناو يعني الاخوات يعني اللي عندهم مشكله في الطماطم المصبره يستغنوا باذن الله عليها. اذا البيطراف راح يمد لنا لون، وكذلك راح يعدل لنا الحموضه. كما تعرفوا الطماطم يعني تجي حامضه، اذا البيطراف راح يعدل لنا الحموضه هذيك باش الجاري تاعنا ما يجيش حامض. اذا نكمل انا نحط الطماطم تاعي اللي قلت لكم انا تاعي طايبه، وزدت لها الملون الغذائي اللي قلت لكم عليه. نقلي مليح. اذا هنا بعد ما تقلى لي اللحم تاعي مليح كما راكم تشوفوا، نجي ونمرق بالماء يكون ساخن، ضروري يكون ساخن يعني باش تحصلوا على نتيجه مليحه ويطيب يعني، واللحم تاعنا ما كما نقولوا حنا ما يديرلوش ان شوك، ما يقرزحش كما نقولوا حنا. اذا نمرقوا الكميه المرغوب فيها. انا مرقت هنا حوالي لتر، 1 لتر، حوالي 4 كيسان ماء، ونخلي اللحم تاعي يطيب على مهله. اذا في الوقت اللي اللحم تاعنا يطيب نجيو نجهزوا اللحم المفروم تاعنا. انا نحط فيه البصل باش يجيني طري، نحط فيه كمشه دبشه ونحرك مليح، ملح فلفل الكحل بيان سور، ونخلط جيدا. من الاحسن نستعمل يدي، فوالا نخلط جيدا كما راكم تشوفوا. اذا ونكورهم بهذه الطريقه، يعني كويرات، ما يكونوا كبار ما يكونوا صغار، يعني حسب ما يحبوا العائله. اذا كانوا يعني كاين ولاد صغار من الافضل نديروهم صغيرين باش يقدروا ياكلوهم. فوالا انا نكورهم. اذا اللحم تاعي انا راني جهزته، وعندي ان بوكي غارني. انا نحط كرافس ودبشه مع المرق في الاخر كي نضيف اللحم المفروم. ونتكلموا الان عن الفريك انا كي رحت نشري لقيت هذه النوعيه تاع ريجينات. هذه النوعيه تتباع معاها هذا يعني حين نلقاو كيس فيه نقولوا له حنا الدقاق. هذا الدقاق انا نخلطه معاه، هذا الدقاق هو اللي راح يخلي لي الجاري نتاعي يكون خاتر، يعني ما يكونش
سائل بزاف، يعني يكون خاطر انا نفرغ العلبه، يعني نعطيكم طريقتي وانتم يعني كما تحبوا. نفرغ العلبه ونخلط معها هذاك الدقاق، ونخبي الفريك تاعي في علبه اخرى يعني، ونكتب عليها بدون غلوتين باش يعني الافراد العائله ولا ما نتخلطوش فيه. اذا اخواتي هنا بعد ما تتاكدي باللي اللحم تاعك او الدجاج طاب، نبدا نضيف له الكرات اللي درتهم تاع اللحم المفروم. وحبيت يعني نعطيكم فكره فقط او نصيحه بالنسبه للسيدات اللي طيب اللي تقسم يعني لا صوص، يعني يديروا اون صوص وحده، لانه مش يعني الناس الكل طيب بدون غلوتين للعائله كامل. اذا هنايا واش نديروا في هذه الفتره قبل ما نلوحوا الفريك، يعني كي ديري الدجاج الجاري تاعك او الشوربه تاعك تاع رمضان، هنا في هذه المرحله كي تحطي كل المكونات ابار الفريك، هنا تقسمي الكميه اللي رايحه طيبيها بدون غلوتين، وتحطي الفريك بالملعقه مش بالكاس. اذا والباقي واللي تبقى لك يعني الاساسيه حطي فيها الفريك عادي تاع القمح. نلوح لو بوكي تاعي باش يطلق لي يعني النكهه، يعني هذه الخطوه ضروريه وتبقى اختياريه، اللي يحب يحط الحشيش او لا. اذا نولي نلوح الفريك تاعي، فريك الذره. انا حطيت في هذه تزليح حوالي لتر وشويه، حطيت تقريبا نصف كاس. يعني الفريك ما نقدرش نعطيكم يعني كيل بالضبط، يعني كل واحد كيف يحب، واحد يحبه خفيف واحد يحبه خاطر. دونك كي يجيكم خفيف زيدوا بالملعقه فقط. نخليه هنا يغلي حوالي 5 دقائق، يعني لا اكثر، جوست ما يلبي لي فقط، ونشوفوه في صحن التقديم. ونسيت حاجه ضروريه بالنسبه ليا، لازم القرن تاع الحار باه يمد لي النكهه. اذا نخلي كل المكونات تتجانس يعني حوالي 5 أو 10 دقائق، ونشوفوه في الصحن الاخير. اذا اخواتي الشوربه فريك الذره راهي امامكم واجده. اذا بدون طماطم مصبره، فقط بالطماطم الطبيعيه، وشوفوا اللون عادي. يعني انا العائله تاعي ما يحبوش احمر بزاف، اذا هذا اللون راح يساعدني. ونتمنى نتوما تاني وشوفوا لا تكستور تاعو كيفاش يجي، يعني يجي ملبي، يجي ما شاء الله. نتمنى تعجبكم طريقتي ويجي في البنه رائعه روعه. نتمنى تعجبكم طريقتي في صنع شوربه فريك الذره، وتجربوها وتنالوا رضاكم. وكل عام وانتم بخير، وإذا ربي يبلغنا ان شاء الله رمضان بالصحه والعافيه يا رب. وابقوا على خير مع فيديو جديد، والسلام عليكم.